إذا كنت من عشاق المنتخب الوطني الجزائري لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. يواصل النجم إيرلينغ هالاند التألق مع ناديه مانشستر سيتي ليتحول إلى ماكينة لتسجيل الأهداف والمساهمة في فوز فريقه. بهذا الصدد كشفت صحيفة بولا في نسختها الورقية أن مدربان عربيان كانا وراء اكتشاف نجم منتخب النرويج، وأفاد المصدر ذاته أن إيرلينغ هالاند اكتشف من طرف المدرب التونسي محمد ساحلي، وهو المدرب السابق لمنتخب النمسا لأقل من 19 سنة. وعن البداية كان محمد ساحلي قد طلب من إدارة نادي سالزبورغ النمساوي الذي كان يشغل فيه منصب مدرب سابق التعاقد مع هالاند بعد أن راقبه خلال مباراتين لاحظ فيهما موهبة اللاعب. فبعد أن تم التعاقد مع هالاند من طرف نادي سالزبورغ كان في مهمة تدريبه الكوتش الجزائري مصطفى مسلوب الذي حسب صحيفة بولا ساعد في تألقه وبروز موهبته، لا سيما وأنه كان مصابا آنذاك. ووفقا للمصدر ذاته ساعد المدرب الجزائري إيرلينغ هالاند في التغلب على إصابته والتألق على المستطيل الأخضر، ويعتبر مصطفى مسلوب كفاءة جزائرية إذ تخرج من المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة بولاية وهران، ودرب مسلوب الفئات الصغرى لنادي شبيبة القبائل قبل أن يقرر المغادرة إلى أوروبا سنة 1990، أين أصبح واحدا من الأسماء في التدريب بالنمسا.